4 ماتشات جامدين حصلوا خلال الأسبوع ده. يلا بينا نعمل ريفيو سريع عليهم ونشوف مين اللي كسب من الأبطال اللي لعبوا بعض فيهم في حلقة جديدة من الملاكمة في أسبوع. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. أول ماتش عندنا كان ما بين رايان جارسيا ورولاندو روميرو، وده عملنا عنه فيديو كامل شرحنا فيه تفاصيل الماتش وإيه الثغرات اللي حصلت وإيه أسباب خسارة رايان. ممكن تشوفوه على قناة اليوتيوب أو على الصفحات بتاعتنا. والماتش ده لو اتكلمنا سريعا عليه هنلاقي إن روميرو هو اللي كسب الماتش ده ووقع رايان في الماتش كمان، وكان على حزام WBA لوزن الوسط. ماتشنا التاني كان ما بين ديفين هاني وخوسيه راميريز. ديفين هاني في الماتش ده ما قدمش حاجة إضافية يعني إن الواحد يذكرها له، أو ما عملش أداء ممتع للجمهور. كان بيتحرك ويضرب ضربتين ويتحرك يضرب كومبو ويتحرك 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 وهكذا. كنت متوقع من خوسيه راميريز ان هو هيعمل اداء افضل من كده، ولكنه كان واضح ان هو مش مركز او ان هو محتار في الاداء اللي هو بتاع الحركه الكتير، او مش ده اللي كان متوقعه من ديفين هاني بالشكل ده. يعني الماتش من وجهه نظري كان ماتش عادي، ما كانش على لقب معين، واللي كسب فيه ديفين هاني بالاجماع. والماتش ده كان في وزن الوسط. ماتشنا اللي بعد كده او الماتش الثالث بتاعنا كان ما بين تيوفيمو لوبيز وارنولد باربوزا، وكان في السوبر لايت ويت. لوبيز كان متحكم في الماتش بشكل كبير، وكان بيلعب على الرايق خالص وبيستعرض كمان على الحلبة. ورغم انه جاله في الماتش ده لكمة قوية في جولة من الجولات، ولكنه استعاد توازنه بسرعة وفضل مسيطر على المباراة. يعتبر الماتش ده بالنسبة له كان ماتش كويس، هو ظهر فيه بشكل كويس بعد طبعا اشهر ماتشاته ومكاسبه لما كانت على فاسيل لوماتشينكو كانت في 2020 وجوش تايلر في 2023. ونيجي للماتش الرابع بتاعنا خلال الاسبوع اللي فات، واللي كان ما بين كانيلو وسكال. فكرت ان انا اعمل لكم تحليل عن الماتش، بس حسيت انه مش محتاج لان الاداء ما كانش احسن حاجه، وكانيلو كده كده كسبان بالاجماع، والماتش كان يعني تحس ان هو فيه ملل شويه. الماتش ده بالمناسبه كان على لقب IBF في وزن السوبر ميدل ويت. لو لخصنا الماتش هنلاقي ان كانيلو كان مسيطر على الجولات بتاعته وبيحاول يقفل على الطريقه اللي بيلعب بيها سكال. سكال في الماتش ده لبس اسلوب بين ويتكر بالظبط، عمال يتحرك ويحاول ان هو يخطف الضربات ويتحرك بوسط شويه بالفوت وورك شويه، من غير هجوم او من غير لكمات هجوميه قويه يقدر ان هو يظهر بيها على كانيلو. الفكره هنا ان هو ما اتحركش بس او ما دافعش بس، هو بدا يعمل حركات استفزازيه شافها كانيلو ان دي ما تليقش بيه، ان هو شايف نفسه هو البطل. ما ينفعش ان انت تعمل معايا كده على الحلبة، او ان انت تستقل بيا بحركات تفضل ترفع لي ايدك وتعمل لي بوستك وتجري من جنبي وتعمل حركات زي كده. فبالتالي بدأ يستفز، وده اللي خلى كانيلو يبان ان هو غضبان على الحلبة، او يبدأ ان هو يفقد تركيزه شوية ويبدأ ان هو يهاجم بالضربات بتاعته بعنف اكبر، او لو حصل التحام ما بينهم يبدأ انه يبين ان هو عنيف في رد فعله، او في حاله الالتحام ان هو ممكن يحدفه كده او ينزله تحت دراعه، او ان هو يعني يكلاش معاه. وهي قاعده معروفه، عشان كده دايما بنقول للعيبه بتاعتنا يا جماعه حافظ على هدوءك مهما كان استفزاز الخصم اللي قدامك، لانك لما بتستفز ما بتطلعش افضل حاجه عندك على الحلبه، معروفه يعني. عموما الماتش الجاي لكانيلو هو المهم، لان كراوفورد بيخطط انه يصنع التاريخ. كراوفورد مخطط وعنده هدف واضح انه عاوز يوحد الالقاب في 3 فئات وزن مختلفه. تفتكروا ده ممكن يتحقق يوم 12 سبتمبر الجاي في لاس فيجاس، ولا هتبقى ليله جديده فيها فوز اضافي في سجل كانيلو؟ سيبوا لي رايكم. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده وقلنا فيها اشهر الاحداث اللي حصلت خلال الاسبوع. اشوفكم على خير في حلقه جديده من الملاكمه في اسبوع. كان معكم الملاكم الاولمبي رامي حلمي. تشاو.